حلقه النهارده عن البراندات الجديده اللي ظهرت في السوق للفرايد تشيكن، اللي بيعملوا قطع فراخ وسندوتشات. وطبعا جايبهم النهارده كلهم محليين المفروض، وغير بقى اللي اتشهروا جدا في السوق، غير بازوكا، غير هارت اتاك، غير الناس اللي اوريدي عملت ضجه كبيره جدا وجربناهم كذا مره وانتم عارفينهم اكيد. فقلنا نجرب اماكن جديده خالص لسه ظاهره من قريب ونشوف ايه الوضع بتاعها. فطلبنا من عندهم قطع وسندوتشات، واللي جايين 5 براندات. جربت منهم واحد بس قبل كده في مره بس جربته، لكن في 4 انا عمري ما جربتهم، فهنا نعرف ايه الكلام. ايه رايكم في الجو الشتوي؟ دب قطبي على مش عارف على ايه ده؟ غزاله؟ الدب اللي هو الدود اسمه ايه؟ ايه ده؟ بوبو بوبو؟ الدب ده اللي بياكل عسل. بياكل عسل. نبدا باول براند معانا وهو شيكوكو، او المكتوب تشيز كوكو، هم كاتبين كده احلى فرايد تشيكن، بس مش في مصر، مش كاتبين في مصر احلى فرايد تشيكن. ايه بقى ما اعرفش، بس هو احلى فرايد تشيكن. هم كاتبين بالانجليزي بقى مش بالعربي. فراخ رقم 1 في العالم في الاستيكر. اوه ماي جاد، حلو. حلاوه جميله. امال هنا في ايه؟ هنا في جلافز كله سلو بامبي بينك. عجبني حوار الكيدز ميل ده. انا جبت من كل واحد سندوتش زي ما قلت وقطع. بسم الله. هذا المكان مفتح في زايد، وفتح كلاود كيتشن في التجمع. واو المنظر ده، واو ده من احلى اشكال الفرايد تشيكن اللي شفتها في حياتي. ايه ده؟ اوف. عارف هي بتيجي في الاعلانات، بص عامله ازاي، ذهبيه وكريسبي جدا. انا كنت ناوي اقلش عليهم من احلى فرايد تشيكن، بس مش هيسيب لي. واو. اتمنى الطعم يطلع حلو في الاخر بعد كل الواو ده قلتها من شويه دي. جايب لقمه محترمه، جميل. ده اسوأ حاجه جت. ايه ده؟ انت بتوزعوا احيانا بطاطس؟ يعني ايه ده؟ هنسيب سندوتش على جنب دلوقتي، هناكل بس يعني ندوق ده الاول. هذه الوجبه ب 353 ونص، 3 قطع. انا مش هتكلم يعني، انا قلت بوابات كتير، بس بعد انا رقم السعر ده تقعد تقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ماشي، اتمنى يبقى يعني ايه حلو. بسم الله. الزيت وحش قوي، يعني الزيت وحش قوي. فراخ نظيفه بس الزيت زفر، ريحته مش حلوه، طعمه مش حلو. نو نجرب بطاطس كده. بطاطس نظيفه جدا. معرفش ايه ريحه الزفاره السيئه قوي في الزيت ده. كانهم مثلا قالوا سمك وبعد كده حطوا ده، يعني فاهمين؟ يعني في ريحه مش حلوه خالص. العيش ده خطير، يعني العيش ده حلو قوي. ماشي. عندهم كده الكولسلو بينك، هنجربه كده. حاطين بنجر فعشان كده ده اللون اكيد، الطعم الشكل ده. حلو قوي الكولسلو، وشكله مميز قوي الصراحه. ندخل بقى على الساندوتش اسمه ذا هاسترد. ايه كلبوزه انت تعمل كده ليه يا كلبوبه انت؟ حلو، مش شامم ريحه زفار الحمد لله. يعني انا متاكد لو الزيت ده كان نظيف كان هيخليني باخد تجربه رهيبه. من السعر كمان مش رخيص، يعني ده انا حاسه هاخد منه تجربه حلوه جدا. شايف سويت تشيلي وامريكان تشيز وحته فرخه مع خس وطماطم. حلو، مش وحش خالص. هذا سندوتش ب 217 جنيه. بسم الله. حلو قوي فعلا. انا حظي كان وحش قوي في الفراخ اللي فاتت. واو، سندوتش جميل جميل جميل. لقمه العيش مرعبه، الفراخ كرانشي بشكل مش طبيعي، حته سبايسي مع السويت شيري ده مع الامريكان. بص، سندوتش متكامل كما يقول الكتاب بالظبط. فسندوتش صراحه خطير. هو بس فكره الزيت ده لو ظبطوه الموضوع هيبقى حلو. انا قلت زيت كتير جدا جدا في الفقره دي، قعدت اقول زيت 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 زيت، مش عارف ليه، بس انا قلت زيت. بشوفوا الزيت. بدايه تمام للحلقه. نروح لتاني مطعم معانا وهو دودز. مطعم فتح في مدينه نصر ومؤخرا عامل ضجه كبيره. نشوف ايه الكلام. برضه 3 قطع سندوتش كبير. يا ترى الفراخ عامله ايه؟ اوكي، ده كلام حلو. ماشي. التانية كان شكلها احلى بس طعمها ما كانش حلو. اتمنى ده يبقى طعمه حلو. البطاطس وقعت بس ماشي كويسه. كله سلو. عيش ريتش بيك بس محترم. انا مبسوط فيه، منافسه حلوه والله. ده حاجه تبسطنا. انا مش عارف انتوا باين ان انا كاني لابس بشكير قدامكم بالابيض ده، يعني ده باين هو بشكير في الفيديو. حاسس ان انا بص كده، بحس ان انا بشكير في البشكير. اتمنى يا باشا انا لابس بشكير. هذه الوجبه ب 135 جنيه، 3 قطع سبايسي. بسم الله. والله حلو جميل، مفيش زفاره، جميل مره، وارخص من اللي قبله اكتر من نص. طبعا اللي قبله لعبت تتبيله قفلني اصلا منه ومن الحياه. ده نعرف ندي نقول معاه شويه اي حاجه. دودز
بطاطس حلوه، حاجه نظيفه، زيت نظيف في البطاطس وفي الفراخ، تتبيله كويسه لحد ما، مش سوبر واو وابا بس حلوه. اروح له اطلبه حلو. والله ابغى اجرب هذا الدبوس. القطمه حلوه جدا الصراحه، الكرانش كويس لحد كبير، السبايسي كويس معقول، مش حراق قوي، تتبيله كويسه. ولكن اللي كنت اشوف في الاعلانات ان تتبيله اعلى من كده، يعني كنت بسمع وبحس ان تتبيله خارقه ماحقه ساحقه، بس هي مش كده، يعني هي حلوه كويسه. اهم حاجه بالنسبه لي دايما انا يعني مؤخرا لما بقيت مثلا اجرب حاجه بشوف انا هرجع لها تاني ولا لا، فده انا ارجع له تاني الصراحه، انبسط واروح له وكل حاجه تمام. هرجع لك كافيه انا كل اسلوب هرجع له. تعالوا نجرب هذا الساندوتش اسمه بيج بوس. الحمد لله الستيكرز ما شاء الله مؤخرا بقى الناس تكتب على الستيكر اسم الساندوتش. جود جوب مطاعم، فيري جود، اي لاف يو. اي حد يعمل الحركه دي ما بيسوحنيش. ده ساندوتش سنجل ب 99 جنيه، حلو، في جبنه موتزاريلا ستيكس وفي تركي وفي خس وطماطم وصوص وحركات. مبدئيا كده التركي يعني تركي تجاري جدا، ما بحبش انا التركي ده الصراحه. ماشي بسم الله. تمام، يعني طبعا هو ده 100 جنيه تقريبا لو انت قارنته باللي قبله، فاللي قبله كان يعني فعلا بجد كان بريميوم، تحسه كده كان رهيب وغالي طبعا قوي. ده على سعره حلو، يعني لو هاكله بالسعر ده مش هتضايق. انا بقارن الاسعار اللي هتيجي طبعا في الحلقه، ممكن في اسعار تانية بره الله اعلم، ولكن تمام. والعيش بتاع ريتش بيك ده جاي كويس يعني صابح فماسك نفسه. دودز ما ضايقنيش ان هو مقدم سعر حلو في الفراخ وفي الساندوتش بكواليتي معقوله جدا جدا جدا، فتمام 100 100. حلو كده، نروح اللي بعده. معلش نسيت الكول سلو، معلش يا كول سلو والله، يعني انا كنت كده ادوقك بس الدنيا اخذتني، اعذرنا والله. ماذا يقول هذا الكول سلو؟ اعتقد دلوقتي مصر كلها بتعرف تعمل كول سلو، ما اعتقدش ان يعني صعب جدا ان تخفق انك تعمل كول سلو. I love it so much. 100 100. كل اسلوب ممتاز جدا، علامة الجودة، مش عارف بتاعت مين بس هي علامة الجودة. نروح اللي بعده. تيكوس. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ احلى باكيش في الدنيا. والله شكليات يا ابو عمرو. 2 بطاطس واقفين اهو، و2 كول سلو عشان البطاطس عشان السندوتش، اوكي، ومشروب غازي وكفرز. السندوتش ده بيجي معاه كومبو فري كده كده لما تطلبه، فدي حاجه حلوه الصراحه. نشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، اني ارى اشياء جميله ما شاء الله تبارك الله. بتفكرني انت بحاجه، انت فاكرك والله. ايش هذه الحلاوه يا ابو الشباب، ايش هذه الحلاوه ما شاء الله تبارك الله. ده دبوس، انا كنت فاكره ورك. والله لذيذ. هذه الوجبه ب 145 جنيه بالبطاطس وكل سلو. بسم الله. من اغرب الحاجات اللي اكلتها في حياتي، لان هي فرايد تشيكن وتحسها في نفس الوقت فيها طعم شوي، بس مش شوي على جريلا او حطب او كده، معرفش ازاي. لذيذ يعني مش يعني تمام. الزيت الحمد لله نظيف، ما اعرفش ازاي يعني براند الاواني ده غالي جدا والزيت قلش منهم. انا مش متخيل والله. انا كان بالسعر والمنظر انت بتاخد احلى فرايد تشيكن تاكلها في حياتك. ما اعرفش دي قلشه، هي قلشه، هي وش قلشه يا جدعان. اول مطعم خالص. ده سبايسي بسيط جدا، تتبيله عاديه جدا، حلوه نوعا ما يعني كده، في الحلو وفي الجميل في اللذيذ. اروحه تاني بس يعني اروح اكتر لدودز الصراحه، يعني دودز ألذ شويه في التتبيله، ده عادي جدا في التتبيله بتاعته. يعني بص شايف فينا في علامه هنا، العلامه دي تبين ان كان في حاجه محطوطه هنا، يعني كانه كان محطوط على سيخ او حاجه، او شايفها باينه قوي. هي دي طعم غريب يعني، مش وحش، بس انا كانوا مديله كراست زياده او تحميصه زياده للفراخ نفسها مش للكراست نفسه. انا بقول حسب كيف بتحس الراجل ده بيقول ايه، ده انت بتقول ايه، انت مش فاهم حاجه منك. ما بحاول اشرح والله. مش تعال نجرب الحته من الصدر كده. مش حته صدر كبيره ما شاء الله، التتبيله داخله لحد جوه فعلا كويسه. التتبيله السبايسي باينه هنا اكتر في الصدر، يعني في الورك مش باينه قوي. سبايسي بدا يعلى معايا واحده واحده. اوكي، لا بدات استمتع. جميل. بيفكرني بالاماكن اللي بتعمل بروست في السعوديه، نفس الجو. والله حضرتك مش متخيل ان اول واحد هو قلش. يعني المفروض بالارقام والاشكال ده يقلش. ده عجبني والدودز عجبني. تعال نجرب السندوتش ده. هم حاطين ستيكر للتسميه بس ما عملوش صح، ممكن ما عرفوش يختاروا الاجابه الصحيحه. انت بوظت القلشه. يا رب اصلا تطلع قلشه حلوه، عشان كده اصلا كانت قلشه وحشه. كنت مستنيه ده يجي. تعالى. الغريب ان خلاص اقول لكم
لاحظت مؤخرا ان في بتوع دليفري لما تيجي مثلا تاخد منه الوجبه وتديله فلوس يقول لك خلي يا باشا. يعني المفروض خلي يا باشا دي حاجه بتاعتك انت، يعني حاجه في ملكك. هو اصلا الاوردر مش بتاعك، بتاع المطعم. يعني لو خليت بجد حد اسوس مراكبيه فهو اصلا مش حاجتك. يعني انت بتوصل الاوردر، خلي يا باشا ايه. خلي يا باشا، خلي يا باشا. شوف السندوتش اللي هم باعتينه، اوه شكله حلو قوي الصراحه. السندوتش حلو قوي الصراحه، بس اتحرق منهم العيش، اتحرق العيش ده، حرق بجد، حرق العيش بجد. لا غريبه، حرق فوق وتحت، يعني حرق ده كمان تحت حرقه، يعني حرق الاثنين. يعني حتى قلت بستغنى عن ده، مش عارف استغنى عنه. يعني هو المفروض الراجل عشان على الجريلا ولا على الباقي، فهو خشفه كده ما يخرجوش بره، يعني يخليه جوه. السندوتش ده اللي عيشه من فوق محروق من فوق من تحت ب 99 جنيه، اسمه فليمنج تقريبا بومب تشيكن حاجه كده. بسم الله. كراست ناشف قوي، بس الفرخه نوعا ما كويسه. كراست ناشف جدا صيف. اسوء سندوتش جاي لحد النهارده، اسوء سندوتش. مش بس عشان محروق، عشان حتى الكراست ضايع. عشان كده لا تحكم على مطعم من الفرايد تشيكن بتاعته فقط او سندوتش فقط، لازم الاثنين تجرب ده وتجرب ده، لازم هما الاثنين يخفقوا حتى تعطيه تقول له روح. بس الحمد لله ده نجا معانا الحمد لله. كده باقي اتنين، الحمد لله باقي اتنين. اتمنى في حد فيهم يعني ايه يبهرني قوي، عايز حد كده يقول لي انا جيت تعالى كده. مفيش لسه، فنروح اللي بعده. هيروز. فاكرين لما قلت لكم انه في مطعم واحد جربته من الاربعه اللي جايين؟ هو ده، قصدي من الخمسه اللي جايين. نشوف ايه الكلام. كله سلو، ملاعق، مناديل، ساندوتش تعب، يعني مش عارف، واتهرس قوي. نفتح ونشوف الفراخ. بسم الله. بطاطس وقعت كلها، عيش تعبان، شكل الفراخ مش ولا بد. عايز حاجه عدله. هو فراخ صغير، بس هو الاحسن انك تاكل فراخ يبقى صغيره الصراحه. يعني كبر الفراخ في الفرايد تشيكن الصراحه ما بعتبرش قوي ميزه، بعتبر يعني تكون فراخ صغيره ومدملكه كده ونظيفه وكريسب، خلاص انا كده تمام، فمش مشكله. وورك بطاطس زجزاجيه. الشكل غير مشهي ولكن هندوق. هذه الوجبه ب 129 جنيه. اوكي بسم الله. فراخ نظيفه، تتبيلته حلوه، الى الان هي احلى تتبيله جت الى الان في الحلقه. من غير البطاطس الصغير قوي ده، صغنونه خالص. حلو. الزيت الحمد لله كويس 100 100. انا اشكره. السبايسي بتاعه حلو، يعني السبايسي بتاعه حلو، مش لايقه، بس يعني هي السبايسي بتاعه درجته كويسه، مش ملهلب بس معقول جدا. وتتبيلته فعلا مميزه، يعني هو اكتر تتبيله الان جت نوعا ما فعلا مختلفه وقويه. بعديها دودز وبعديها خينا اللي كان قبل كده. يعني حتى السبايسي تلاقي كده دخل في زوري. نسينا نجرب الكول سلو اللي قبله، بس نجرب كول سلو هنا بقى. واو، اخر واحد جه احلى طعم جه فيهم في الكول سلو. واو حلو قوي. ما كانوا حلوين بس ده احلاهم، ده حلو قوي الكول سلو ده. حلو، تجربه لذيذه الان في الفراخ. ندخل بقى على الساندوتش. الساندوتش ده اسمه راون زنجر ب 65 جنيه. في خس وصوص كده، صوص شبه صوص الزنجر يعني، بس هو ده وقطعه فراخ يعني. بسم الله. قيمه مقابل سعر لذيذه، بس طعم فراخ حلو نظيفه تمام، مش متضايق. اللي شدني قوي في الموضوع السبايسي، يعني هو فعلا بتاخد حاجه فيها ريحه طعم سبايسي هيزغزغك، فده اللي بحبه الصراحه، فده حلو. بس ده اول حد يعجبني الفراخ بتاعته، وبرده السندوتش بتاعه جدا. قصدي مش قارش، هو السندوتش ما ابهرنيش بس مش قارش، زي في حاجات ممكن حاجه تقلش وده حاجه تقلش، فالاثنين دول كويسين. بس الفراخ بالنسبه لي ارهب بكتير جدا من السندوتش. كده نروح لاخر مكان معانا وهو دبز، بس هو جاي في شنطه يابا. اوكي، كفراتك وحركاتك. سندوتش برضو وفراخ، ولكن للاسف الفراخ مش سبايسي. اللي هم من النهارده ما لهمش سبايسي، فطلبت من عندهم عادي. الفراخ السبايسي خلصت. الفراخ شكلها حلو الصراحه، شكلها ولونها حلوين، الكراست بتاعها حلو. السندوتش برضو شكله حلو قوي الصراحه، عيش حلو. بصوا اوف، بس اتبهدل في الطريق شويه، بس العيش والحاجه واو، تحس هتاخد منه قطمه جامده جدا، فتمام هنجيله. الوجبه دي 3 قطع ب 181 جنيه. في الغالب ده جاي مع السندوتش مش مع الفراخ. نجرب بسم الله. اوكي. فراخ الصراحه نظيفه جدا حلوه. اللي فاتوا كلهم كانوا شبه بعض جدا في الطعم، دي طعمها فعلا واخده سكه ثانيه خالص لوحدها، بس للاسف مش سبايسي، بس حلوه ونظيفه. تعال نجرب كده حته من الصدر. بحاول اتخيلها وهي سبايسي. يعني نفسي في سبايسي.
حلوه الصراحه جدا، حلوه قوي الفراخ، التتبيله حلوه قوي الصراحه، عشان بس هي مش سبايسي هعتبرها تحت هيروز، لكن هي حلوه فعلا يعني. ما اعرفش دي سبايسي تبقى عامله ازاي. والفراخ نظيفه جدا، والحمد لله الحمد لله المره دي مفيش حد فيهم جه زفر الحمد لله، الا الزيت بتاع اول واحد، بس الفراخ نفسها كلهم نظيفين كويس، كلهم التتبيله بتاعتهم لحد ما في تتبيله، مش تتبيله تعبانه وخلاص. الحاجه الوحيده اللي لفتني هو الواحد بس في الزيت بتاعه فقط لا غير، لكن الباقي كله الصراحه كان ماشي اكس. فكره بقى تلعب في بهارات اكتر، هتعملها ازاي، هتقدم الفراخ ازاي، بتاع اسعار طبعا هنشوفها في الاخر برضو في نيجي نرتب، بس ده جامد حلو. تعال نجرب الساندوتش. الساندوتش الصراحه عملاق، ده اسمه ديبس فاير، ده ب 200 جنيه. بسم الله. محتاج اسخنه برد شويتين، نسخنه ويجي. هو في تركي وصوص حراق مع صدر فرخه كبير فعلا. نجرب تاني. بسم الله. حراق. الجبنه ظهرت الحمد لله. دي بقى تطفي الحراره. واو، دليفري ظلمه الصراحه، ملهلب مع الجبنه، بس الجبنه طفته. حلو قوي سندوتش. ايه ده؟ نجرب بطاطس. خلاص تعبت. نجرب الكول سلو، بطاطس كويسه، مش جايب شوك ولا جايب معالق. حلوه جدا برضه، بس بتاعت هيروز كانت احلى. تجربه حلوه من ديبز. السندوتش ابهرني جدا، الفراخ عجبتني، بس السندوتش واضح ان هو حاجه ما شاء الله جامده كده بقى. بس احنا هنلخص بقى عشان اقول لكم يعني، هقعد كده مع نفسي اشوف بقى ايه اللي جاي راح فين، ايه منين الاسعار الدنيا الاطعم بتاع، واديكم ملخص بقى الزيتونه في الاخر. فيلا بينا. هرتب لكم اللي عجبني في الفراخ من اقل واحد لا اكتر واحد عجبني بالطعم مقارنه بالسعر، الاتنين مع بعض. طبعا شيكوكو اوت اوف كل حاجه، غالي جدا الطعم، وطبعا وزي ما قلت كذا مره الزيت كان ضايع، ولكن انا متاكد ان ده جليتش او حاجه عندهم مشكله، لو جربت تاني ممكن يبقى جامد حلو، بس هيظل سعره اوفر جدا، ضعفين ثلاثه اللي موجودين دلوقتي في الحلقه. بعد كده تيكوس لذيذ، ممكن تعتبروه هو ودودز نفس الحاجه تقريبا، بس دودز ارخص. هو الفرق بينهم 10 جنيه بس، ولكن هيظل ارخص، وعجبني الصراحه احسن شويه. اللي عجبني بعد كده هو ديبز الصراحه، حلو بس غالي بالنسبه اللي في الحلقه، ولكن طعمه فعلا حلو مميز، ومع انه مش سبايسي اللي انا جبته، ما اعرفش سبايسي عامل ازاي، بس هو فعلا حلو كواليتي نظيفه. هيروز الصراحه حجم كويس، سعر ارخص واحد في الحلقه هيروز. تتبيله حلوه جدا، شدتني جدا الصراحه، قيم مقابل سعر خطيره خطيره خطيره. في هيروز الصراحه بالنسبه لي رقم واحد، حلو فعلا. مش التتبيله الخرافيه برضو بالنسبه اللي جات لي، ولكن هو حلو، فجربها هتتبسط. ده بالنسبه للفراخ. طبعا ارتب السندوتشات بالنسبه لي، اقل سندوتش بالنسبه لي هيبقى دودز، وبعد كده تيكوس، وكمان تيكوس كمان بيديك بسعر السندوتش كومبو فور فري، فدي حاجه حلوه. تالت واحد شيكوكو، لذيذ حلو، ممكن سندوتش صغير ولكن كواليتي حلوه جدا وغالي. ولكن ديبز وهيروز لا، انا بالنسبه لي الصراحه هيروز الثاني وديبز الاول. هيروز بالنسبه لي يعني سندوتش ارخص برضه سندوتش في الحلقه، حاجه سيمبل جدا، 65 جنيه، حاجه سندوتش تقريبا ما فيهوش اي حاجه غير خس وصوص وفراخ، بس حلو، قيمه مقابل سعر حلوه، هتاخدها تنبسط بيه، خاطر فئه معينه بسعر معين، قيمه مقابل سعر خطيره، طعم حلو فعلا، بيعمل معادله صعبه. فهو التاني بالنسبه لي مستريح، ولكن ديبز الصراحه هو اللي رهيب جدا، سعره برضو عالي، ولكن حته سندوتش خصوصا اللي جبته ده اللي هو بالجبنه والسبايسي مع كواليتي العيش، سندوتش تقوم مبسوط ومتكيف منه بشكل كبير جدا. فهو ايزي اول بالنسبه لي، ده ترتيب الشخصي الصراحه بالنسبه للسندوتشات. حابب بس اقول في الاخر، ممكن يكون المفروض اقول ده في الاول بس هقوله في الاخر دلوقتي، انه اصلا من اصعب الحاجات اللي بتتعمل في السوق هو الفرايد تشيكن. لو انت دخلت في صناعه الفرايد تشيكن، من اصعب الحاجات وصعبه جدا وتشغيلها صعب، وفيها تريكات كتيره جدا، وفيها حوارات كتير جدا. بقدر جدا الناس بتعمل حوار الفرايد تشيكن، انا بعشق فرايد تشيكن، بعشقها جدا وانا صغير. فشابوه لاي حد بيحاول يعمل حاجه حلوه بجد، اي حد فيهم حتى اللي قلش منهم انا فعلا بجد بسبورت، خصوصا احنا في فتره اصلا صعبه جدا في الصناعه بشكل عام. فاللي اي حد بيعرف يعافر ويعمل حاجه حلوه، ده يعني ده هيرو فعلا، على اسم هيروز ده، ففعلا هو جامد. فشكرا ان في حد بيحاول يعمل حاجه حلوه، دي حاجه مهمه جدا. وزي ما قلت في حاجات انا جربتها، ده حظي الشخصي، ممكن يعني تجربها تطلع زي، ممكن في الغالب ممكن تقلش، بس ما اعرفش يعني، بس زي تشيكوكو ده. بس حتى اعتقد محدش هيجرب شيكوكو ده على السعر العالي اللي في الحلقه، اعتقد محتاج المفروض ينزل شويه، او ان هو يعمل كواليتي تبقى فعلا تخلي الزبون يروح له، لان انا مش هدفع 300 وحاجه وفي الاخر
يطلع زيت مثلا وحش، ده المفروض ما يبقاش ده اصلا اوبشن، هو المفروض اللي هيروح شوكو ده يبقى اونر. بس كده لو عجبتك الحلقه لايك وشير وسبسكرايب، واكيد عايز معرفه في الكومنتات. خدوا راحتكم، وان شاء الله في بودكاست ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله يا رب يعني. وانت مش عارف احنا غالبا هنلغي حلقه يوم الثلاث، هيبقى الجمعه وحد بودكاست، والجمعه هيبقى اسبوع او اسبوع لا لدور 16، فهنعمل توازن. ففي شورتات، في بودكاست، في فيديوهات عاديه، في دور 16، تنوع كبير جدا في القناه على اليوتيوب. شكرا انتوا بتتفرجوا، شكرا انتوا بتدعموا ده كله يعني، والله يعني مبسوط بان انا يعني بانتراكت معاكم بهذا الشكل، فدي حاجه الصراحه بتبسطني جدا. انا معاكم عمرو شريف من قناه عمرو شريف وبالبشكير بتاعه. سلام.